بسم الله الرحمن الرحيم. اسم عمار عزيز، ممثل قطاع سيارة الأسرة الصغيرة بالقنيطرة. في الحقيقة هذا الموضوع هذا كان خاصنا نتكلموا عليه شحال هذه، لأن بصراحة ولا عائق بالنسبة لينا وبالنسبة للساكنة ديال مدينة القنيطرة، وهذا الشيء هذا غادي يتكلموا عليه الناس ملي غادي يشوفوه، لأن حشومة باش يكون يعني شارع يعني عنده واحد القيمة ضافتها، يعني هذه المحطة هذه تبارك الله اللي الديزاين ديالها عالميا يعني وصل الصدى ديالو. محطة بهذا الحجم هذا منين يخرج المواطن الزبون يعني ديال القطار وما يلقاش فاش يركب، السبب هو ان هذه البلاكه هذه يعني تتقول ممنوع الوقوف والتوقف، في حين ان الناس ملي تيخرجوا ما تلقاوش في المحطه. يعني السبب الكبير اللي خلى هذا العائق هذا يعني ياثر على الوقت ديال الزبائن اللي تيخرجوا او لا ديال المسافرين اللي تيخرجوا من المحطه ديال القطار، هو ان المحطه صغيره ما فيهاش يعني واحد المساحه كبيره اللي تقدر يعني تستوعب واحد 80 ديال الطاكسي ولا 100 طاكسي اللي يقدر يعني يحاول يغطي هذاك العدد ديال المسافرين اللي تينزلوا من محطه القطار يعني كل 30 دقيقه. وبالتالي جينا حنا تنشوفوا في هذا الشارع هذا يعني اللي هو ما عندوش يعني شي قيمه زايده على يعني الشوارع الاخرى، بالحين تنشوفوا ان هاد الحواجز هادو اللي دايرينهم وفارقينهم يعني ما بين يعني واحد المساحه اللي عاطينها للدراجات الناريه والعاديه وما بين هاد لالين هاد المساحه هذه الاخرى اللي تيدوز فيها مخصصينها للطاكسي صغير والحافلات ديال النقل الحضاري، تنشوفهم يعني بدون فائده، لان غير ممر راجلين تيسهروا على الصباغه ديالو اللي هي من الحويجات اللي تتخلي ان ديك السائق من واحد بضع امتار تيبان ليه الممر ديال الراجلين، لان تنشوفوا الاصل اللي خصو يتصلح وخصو يتسهر عليه ما كاينش شي حاجه اللي بصراحه اللي تضر المسؤولين وتتقول بان الاسبقيه لهاد الحويجات هادو، لان حوايج في هذا الشارع على مستوى القادسيه وشارع الجيش الملكي داروا الا باش يخلصوا الناس غرامات ماليه، هذا هو اللي كاين. لان تنشوفوا بان العائق اللي عند اي سائق تيجي باش يوقف هنايا، سواء تنقولوا حنا بارتيكولير او لا سائق سيارات الاجره الصغيره، تلقى قدامه غرامه ماليه اللي هي 150 درهم واللي تتجي على يعني سميتو على المداخل اليوميه وعلى الثقل ديال المصاريف ديالو. بصراحه هذا الشيء هذا حنا تنطالبوا من الجهات المسؤوله انه هذا الشيء يتلغى، لان بصراحه حتى تنعتبروه مشروع فاشل. علاش مشروع فاشل؟ لانه ما تيخدمش المواطن وما تيخدمش العام. نهار راه الحاله يعني لا يرثى لها، تلقاو الناس هنا واقفين وشرطي المرور واقف تيسين شي حد اللي غادي يوقف باش يقيد لي المخالفه، الناس يبقاو هنا مزوطين لان الطاكسي ما يمكنش ليه يوقف لهم، رغم ان الطاكسي راه خاوي او لا فيه غير كليان واحد. راه ملي تيتم دايز واخا تيشيروا ليه الناس شي يقولوا الناس هادو راه شبعوا خبز، ولا تيقولوا هادو راه ما بغاوش يهزونا حنا جوج، ولا مثلا خاوي دايز تيقول لك هذا راه ما بغاوش يهزونا حنا ثلاثه، ولكن راه ما تيعرفوش بان راه هذيك الشرطي ديال المرور راه هو اللي تيقيد المخالفه بناء على هاد البلاكه هذه. لان هاد البلاكه حنا مازال ما تنعرفوش واش معموله لينا ولا للسيارات العاديه، مع العلم ان كاين محطات ديال حافلات النقل الحضاري تيوقفوا وتيهزوا الناس وتيحطوا الناس. كاينه وحده في شارع القادسيه، كاينين في شارع الجيش الملكي. يعني ما فهمتش دابا واش الطاكسي صغير ما تيخلصش حتى هو الواجبات؟ بالعكس الطاكسي صغير تيخلص الواجبات ديالو بحال الشركه ديال النقل الحضاري، رغم ان الدعم اللي تيجي للطاكسي ما كاين لا دعم لا والو. يعني بعد سيارة الأسرة الصغيرة تتكون هازة يعني زبون واحد، تتجي لهنايا
تتلقى عباد الله تيشيروا باغيين طاكسين يركبوا جايين يعني عيانين من السفر. تلقى هاد البلاكه ما عرفناها واش محسوبه علينا ولا لا، يعني السيارات العاديين. هنا كاين تساؤل كبير، حنا تنوجهوه لجميع المسؤولين بما فيهم السيد عامل اقليم قنيطره ورئيس مجلس البلدي واللجنه ديال السير والجولان. هاد البلاكه واش احنا معنيين بها؟ الا كنا معنيين بها فلا فائده لها انها تكون هنايا وتمنعنا باش ما نهزوش الزبناء. راه الصالح العام تينص على اننا نقدموا يعني للمواطنين الخدمات ديالنا، وفي حين تلقاو واحد العائق كبير وتلقاو غرامات تسايلنا، في حين ان الطاكسي صغير تيوقف باش يهز المواطنين. هذوك المسافرين اللي جاوا يعني عبر هاد المحطه هذه اللي تبارك الله محطه اللي في المستوى العالي، ولكن منين يخرجوا منها تيتكرفسوا هنايا. منين تيوقف الزبون الشرطه تياخذ ليه الوثائق ديالو، تيقيد ليه غرامه ديال ممنوع الوقوف اللي المبلغ ديالها تيوصل ل 150 درهم. وهذا في حق الطاكسي صغير هذا راه بصراحه تيعيق ليه العمل ديالو، يعني هذا اعتداء على المداخل ديال هذاك السائق سياره الاجره الصغيره. حيت حنا تنطلبوا ان هذه البلاكه هذه يبان القرار ديالها، واش حنا ممنوعين ومعنيين بها ولا ما معنيينش بها، وما الفائده ديال هاد الحواجز هادو، وما الفائده ديال هاد الشارع بهاد الطريقه هذه. ما عرفتش، مع العلم ان الشارع يعني كامل يعني تيهز المواطنين اللي كما قلت اللي تيجيو من السفر ديالهم، وكذلك شارع جيش الملكي اللي تنشوفوه في مجموعه ديال المقاهي ومجموعه ديال المتاجر. يعني ما تنظنش انا هذا الشارع ما عنده حتى شي فائده، هذا غير تصويره تحطات للناس ديال قنيطره ومن خلالها تيخلصوا غرامات ماليه ما بيديهم الا انهم جاو يهزوا حبابهم وصحابهم. وكذلك الطاكسي صغير، بما اننا تنمثلوا قطاع ديال الطاكسي صغير، حنا تنتكلموا على الطاكسي صغير، ولكن تنشوفوا حتى الناس اللي عاديين، الناس اللي تيجيو يهزوا الناس يعني ديال العائلات ديالهم حتى هما تيطيحوا في هذه الافه وتيخلصوا مبالغ ديال 150 درهم ديال ممنوع الوقوف. وبهذا الصدد حنا تنقولوا للمسؤولين، حنا الشارع هذا ما عنده حتى شي يعني قيمه قدام شارع محمد الخامس. شارع محمد الخامس راه فيه الوقوف يعني مباح.